مش هتقدر تتحرك غير بعد 8000 ساعة. يعني هيفضل واقف كده سنة؟ هيحصل ايه يعني لو اتحرك؟ تلاقيه هيموت ويدخل الحمام. كان هناك خطأ وتم إصلاحه. واخيرا هتحرك براحتي. ست الكل عامله ايه؟ عمر انا جات لي رسالة ان انت هتفضل واقف سنة. معلش بقى انا كان عندي عطل وكان مبوظ الدنيا خالص. طمنتني عليك يا حبيبي، افتكرتك هتخالف القانون. عرفت اللي حصل؟ ايه الوقت هيتلغي ولا ايه؟ هيختاروا شخص يخالف القانون ويتحرك في الوقت اللي ما ينفعش يتحرك فيه. ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ انا مش عايزهم يختاروني. طب افرض ما بيحصلش حاجه لما الواحد بيتحرك. بصراحه انا نفسي اجرب التجربه ايه دي. يا عمر اللي انت بتقوله ده؟ انت مجنون. عمر وقت خلص اوعى تتحرك. عرفت الجديد يا ست الكل، هيختاروا واحد يتحرك اول لما الوقت بتاعه يخلص وهنعرف اللي هيحصل. يخرب بيتهم الناس دي، عايزين يجربوا التجربة على الشعب وخلاص. النهارده هنختار شخص يخالف القانون. تقدروا تختاروني انا. ده متخلف شكله. كل الورق فاضي ما عدا ورقه واحده بس عليها علامه، اللي هتجيله هو ده المختار. دورك يا عمر. انا متاكد ان هو انا اتفضل. انا عندي العلامه. تم اختيارك لتخالف القانون وتقدر تتحرك بعد 100,000 ساعه.